قد تكون النوستالجيا بالنسبة إلى الإنسان العادي لحظات من الحزن أو الفرح يمر بها سريعا حين يخلو إلى نفسه أو تحمله الذاكرة إلى زمن مضى، لكنها بالنسبة إلى الفنان لحظة فارقة في تجربته الإنسانية والفنية تجعله يعيد فهم مشاعره وتحريرها عبر لوحات وأعمال فنية، بحضور الفنان الدكتور خالد سرور والفنان الدكتور أيمن لطفي والفنان الدكتور مصطفى الفقي والفنان الدكتور صلاح المليجي والفنان الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن والفنان والنجم صبري فواز والفنان والنجم محمد ممدوح والعديد من الفنانين والفنانات التشكيليين والنقاد ونجوم المجتمع، وأيضا المهتمين بالفن التشكيلي ومتذوق الفن. تم افتتاح معرض الفنان الدكتور رضا عبد الرحمن، وذلك تحت عنوان نوستالجيا، وذلك بإحدى قاعات الفن التشكيلي بالقاهرة. لوحات المعرض متعددة المقاسات والخامات والألوان. اشتمل معرض نوستالجيا للفنان الدكتور رضا عبد الرحمن على حوالي 80 لوحة فنية تشكيلية متعددة الخامات والمقاسات والتقنيات والألوان، وبأسلوب مميز بخامة التمبرا والأكريليك على التوال والخشب والورق، مشاهد من الطبيعة والحقول والنيل، إضافة إلى عنصر المرأة والطيور والأسماك والحيوانات. يقول الفنان الدكتور أحمد نوار: تتسم الحضارة المصرية القديمة بقدرات إبداعية ميزتها عن فنون وحضارات العالم، وقد اعتمدت على وحدات قياس لكل مناحي الحياة: النيل، الزراعة، العمارة، وفنون الرسم والنحت والتصوير، ونخص هذا الفن بمجالاته الإبداعية المختلفة. وعندما نتأمل أعمال الفنان رضا عبد الرحمن نكتشف ولعه بالفن المصري القديم وعمق هذا الاندماج، حيث كانت دراستي بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا. استطاع الفنان أن يشكل رؤيته على قاعدة ومرجعية رصينة، والتي تعد امتدادا واستلهاما لفن رفيع المستوى والجدير بالتأثر منه ومن روافده الفلسفية والبنائية.
اسمي رضا عبد الرحمن، فنان تشكيلي مصري. آه، من خريج كلية فنون جميلة المنيا 88. ويمكن دي بداية علاقتي بالفن، يعني إن أنا أركز في الفن المصري القديم واستلهاماته. لكن الحقيقة خصوصا المعرض اللي احنا فيه ده، يمكن بدايته كانت في 2007 لما كنت في سيمبوزيوم الأقصر، أو لما تكلفنا بتأسيس سيمبوزيوم الأقصر وبدأنا نعمل سيمبوزيوم الأقصر. بتمنى له الاستمرار، يعني أنا شايف إن هو من أهم الحاجات اللي ممكن تربط فنانين مصريين بالحضارة المصرية. بدأت أشتغل على المصري القديم بشكل كبير، وجي معرض نوستالجيا الحالي. طبعا أنا عايش في نيويورك بقالي حوالي 10 سنين، فخلال ال10 سنين دول كتير جدا من الحنين أو من الشوق لمصر والجو في مصر، خصوصا مثلا هنا أنا مرسمي كان لازم يبقى قريب من النيل، في الغردقة لازم يبقى قريب من البحر، في الأقصر لازم يبقى في البر الغربي. يعني ليه طقوس معينة عشان أبقى حاسس إن أنا تقريبا عايش زي الفنان المصري ما كان عايش. المعرض بيمثل مجموعة من التجارب حصلت بعد سنة 2020. كنت أنا كان عندي معرض هناك في نيويورك 2020، وكان معرض كبير جدا بيضم مجموعة من المراحل من شغلي. كان مدته سنة كاملة. طبعا المعارض هناك بتتعمل بأريحية كبيرة وبمساحات أكبر من هنا. حبي إن أنا أعرض في مصر زي يعني كأن حد بيرجع لحضن أمه، يعني يرجع للمكان اللي هو، لأن فيها الأصحاب وفيها العيلة وفيها الأهل وفيها الأصدقاء واللغة المشتركة. فده يعني كان سبب رئيسي في ان انا اجي اعرض السنه دي بعد غياب عن العرض في مصر حوالي 6 أو 7 سنين ما عرضتش. عملت المعرض ده كله تقريبا. هو في مختلف الاحجام والمقاسات، لكن اكدت فيه على اهميه استخدام التمبرا كوسيط مصري بيعود للحضارة المصرية القديمة في شغلي. وأنا بدرس ده هناك، بدرس استخدام التمبرا، ازاي بعلم الطلبة في الكوليج اللي أنا بشتغل فيها ازاي يستخدموا الانشنت تكنيكس، اللي هي الطرق القديمة في استخدام الخامات، وهي أساسها كله مصر تقريبا. يعني هم في الصين خدوا منها شوية وفي بعض البلاد التانية، لكن الأشهر الانشن تكنيك التمبرا المصرية، اللي هي طريقة تلوين، طريقة خلط اللون في مصر القديمة، اللي اتخذ منه بعد كده بقى الفريسكو في إيطاليا، واتخذ منه الأيقونات والحاجات دي. فأنا بعلمهم إزاي يستخدموا الخامة دي وبينتجوا بيها فن حديث أو فن معاصر. فبالتالي من باب أولى إن هم كمان يشوفوا التجارب بتاعتي وأنا بعمل ده. الفنان التشكيلي الدكتور رضا عبد الرحمن في رحلة عبر عقود من التعبير الفني، حيث تزين إبداعاته الفريدة صالات العرض المرموقة في جميع أنحاء العالم. ففي معرضنا اليوم نوستالجيا تقارب مؤثراته الإبداعية من التراث المصري إلى رحلته العالمية، حيث انغمس في الألوان النابضة بالحياة
والمشاهد المذهلة التي تعكس ارتباطه العميق بالطبيعة ومواجهاته المتنوعة. يقول أيضا الفنان رضا عبد الرحمن: معرض نوستاليجيا محاولة لإيجاز العناصر وتلخيص الشكل الإنساني، وكما يحمل الإنسان الكثير من التراكمات والخبرات، يأتي العمل الفني مليئا بها ومتأثرا بكل ما يحيط به. وتأتي أعمالي في هذه المرحلة ما بين تاريخ وخلفية حضارية عريقة في مصر، وبين طبيعة خلابة وحضارة حديثة ونظام صارم في نيويورك. خرجت هذه اللوحات عبر سنوات طويلة من الحنين لمصر، وبكل تقدير أهدي هذا العرض لزوجتي الحبيبة الدكتورة رشا طاهر وعائلتي في مصر ونيويورك. هندسة الأشكال والعناصر في لوحات الفنان رضا عبد الرحمن هي في الواقع اكتشاف لجماليات بناء جديدة مبنية على أصول عميقة ومتينة، الأمر الذي يفرض ويدعم العلاقات البنائية في أعمال الفنان وهندستها برؤية أكثر عمقا ومعاصرة، والتي تتسم بمعالجات السهل الممتنع في سرعة الأداء والقدرة على توجيه المشاعر والروح إلى مكنونات عناصره. أنا بحاول إن أنا من خلال تاريخ المصري القديم ومن خلال كوني أنا فنان مصري إن أنا أعمل قضايا عصرية وحاجات ليها علاقة بحياتنا الحالية من خلال منظور فنان مصري يعني. وعايز أقول لكم إن فنان مصري دي مهمة جدا. يعني لما بقابل حد كورييتور أو يعني منظم فن أو فنان أو أي حد مهتم بالفن في أي حتة في العالم مش في أمريكا بس، كلمة فنان مصري لوحدها بتختصر نص المسافة اللي بيني وبينه. أول ما بقول فنان مصري بيستدعي في ذاكرته ما يعرفه عن الفن المصري القديم، وبيستدعي في ذاكرته إحساسه بأهمية الفن المصري في تشكيل وجدان الثقافة العالمية. يعني بفتخر طبعا طول الوقت بأن أنا بقدم نفسي الفنان المصري فلان، مش فنان وبس. تتسم لوحات الفنان رضا عبد الرحمن بالبساطة والعمق في آن واحد، بالنظر لتضمينها التخطيط لشخوصه وأشكاله ومفرداته التشكيلية، إضافة إلى المساحات اللونية المتداخلة بهدوء، في حين عمقها يكمن في الاختيار الصحيح للشكل الآدمي، محملا بشحنة تعبيرية كبيرة
والشكل الآدمي المسطح والشفاف جزء من المسطح التصويري ككل، كما هو الآدمي جزء من محيط متنوع يتفاعل معه كل لحظة في الحراك اليومي. يمزج الفنان في لوحاته بين واقعية الشكل الإنساني والفضاء التجريدي، قاصدا الذهاب إلى نزعة الفن الأكاديمي النقي، في حين أن التجريد للفضاء هو تنويع للنكهة البصرية بين الغامض والمتاح أي المباشر. تتيح الاقتراحات اللونية والحرية لدى الفنان رضا عبد الرحمن في تأسيس السطح بخيارات عدة تتناغم مع منظومة الثالوث المكون من الشكل واللون والبناء، وهو ما يحقق التفاعل البصري والانسجام ضمن قالب حديث. ويهدف الفنان من اختيار اللون الموزع بمعرفة مسبقة والتلقائي في نتيجته النهائية إلى تشكيل آلية حدثية لدى المتلقي. الحقيقة أنا طول الوقت كنت مهتم بدراسة الجسد الإنساني ورسم الجسد الإنساني، وكملت على الاهتمام ده بعد ما زرت زي ما قلت قبل كده مقبرة رعموزة في الأقصر. إزاي كان المصري القديم بيلخص الشكل الإنساني للرجل أو المرأة أو بيرسمهم. وكنت قريت حاجة لكاتب أمريكي اسمه ويليام هي بيك، كانت شغله كان مترجم من الهيئة أو من مركز ترجمة لما كان دكتور جابر عصفور الله يرحمه كان رئيس مركز ترجمة. الكتاب كان اسمه الرسم المصري الرسم عند القدماء المصريين، وكان كاتب إن المصري القديم كان بيرسم الأشياء في أخص مظاهرها. فأنا حاولت ألخص في الجسد الإنساني وخصوصا المرأة والرجل والبعد عن التفاصيل الكتير، وآخد أخص مظهر للجسد الإنساني ده وأحوله لخط واحد. يعني دي كانت تجربة هي مجمل الاهتمام في هذا العرض، يعني إن أنا أحاول أوصل بتلخيص الجسد الرجل والمرأة للاين واحد، إلى جانب إن أنا طبعا بحط الرموز اللي أنا مستلهمها برضو من الحضارة المصرية واللي ليها علاقة بحياتنا اليومية، زي الطيور، زي النباتات اللي كان لما بيجي يتكلموا عن خيرات الشخص أو الملك أو المتوفى، كانوا يقولوا إن هو حتى بعد ما يموت سوف ينبت من جسده الخير. فهنا ينبت دي كانت بتستدعي عندي بقى سنبلة القمح أو البرع من نبات وهكذا، إلى جانب استخدامي طبعا لبعض الوجوه أو استلهام. مثلا لما زرت متحف المتروبوليتان في نيويورك شفنا الشعر المستعار بتاع الملكة تي، وبدأت أتكلم مع الطلبة بتوعي في إزاي ممكن ناخد الباروكة دي أو زي ما احنا بنقول عليها في مصر باللفظ العامي ونستلهم منها ونلبسها بقى لحد تاني أو نخليها شكلها مختلف عن شكل الباروكة. ظهرت الحكاية دي في بعض اللوحات وهكذا. بالإضافة أن أنا حاولت أمزج بين
طبيعة نشأتي أنا كفنان مصري والحياة اللي أنا عايشها في أب ستيت نيويورك، أو زي ما بيقولوا في المنطقة الريفية من نيويورك، من ولاية نيويورك. وأنا طبعا التدريس اللي أنا بدرسه مستلهم كله، مصرين إن هم يعرفوا عن أسرار الرسم المصري القديم. وأنا طبعا مبسوط بده، لأن احنا بنزود ثقافتهم، وبحاول أعرفهم عن حركة الفن المعاصر في مصر، وأتكلم عن أساتذتنا وزملائنا الفنانين التشكيليين اللي عايشين في مصر. أحاول أجيب لهم على قد ما بقدر داتا وأعرضها لهم عن بداية التاريخ الفن المصري وهكذا. عندما نستدعي من الذاكرة البصرية والذهنية أعمال الفنان رضا في معارضه في مصر أو في أمريكا، نجد تألقه على قدراته الرائعة في فن الرسم الذي توهجت به أعماله من خلال المزج والتهجين بين ما هو مجرد وما هو كلاسيكي، محدثا حالة استثنائية لرؤية معاصرة، متخطيا التقاليد الظاهرة والسطحية لمفهوم المعاصرة. لوحات معرض نوستالجيا لوحات فنية بمقاسات متنوعة ومنفذة بخامتي التمبرا والأكريليك على التوالي والخشب، وهو الأسلوب الذي اشتهر به الفنان رضا عبد الرحمن في تدريسه للفن. أعمال الفنان تجمع بين الأصالة والحداثة، وتخاطب دائما عقل وروح المتلقي، مع استخدام المفردات المستلهمة من التراث المصري بإيجاز وانسيابية، مع مجموعات لونية فيها انسجام وتناغم تأخذ المتلقي داخل عالمه. الفنان رضا عبد الرحمن يعد من أعمدة الفن المصري المعاصر، وهو يقدم فن جميل يتسم بالقدرة وإرادة التحدي في زمن يحتاج إلى طاقة إيجابية وإبداعية كبيرة، في مجتمع له تاريخ ممتد زاخر بالإبداع الفني المتفرد. ومعرض نوستالجيا
للفنان الدكتور رضا عبد الرحمن.